لما ربنا خلقك ليبتليك، ليختبرك. طب ازاي انجح في الاختبار ده؟ ايه اللي مطلوب مني عشان انجح؟ ايه الهدف اللي ربنا خلقني عشانه؟ يقول لك في القرآن: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. هو ربنا خلقك عشان تعبده. طب وإيه العبادة؟ أن أنا أقول لا إله إلا الله ولا أصلي؟ العبادة كل ما أمر الله به سبحانه وتعالى. عشان تنجح في الاختبار، عشان تنجح في الابتلاء، لازم تنفذ أوامر الله سبحانه وتعالى، اللي هي مجتمعة في كلمة الإيمان بالله وعبادته. لكن هم تقدر تفصلهم إلى 5 أجزاء. الإيمان بالله، معرفة الله سبحانه وتعالى وتوحيد الله، ده الإيمان. رقم 2 العبادة، تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى والخضوع لله سبحانه وتعالى وعبادته، طاعة الله سبحانه وتعالى. رقم 3 تقوى الله سبحانه وتعالى، إنك أنت في حياتك الدنيا تتقي الله، تزكي نفسك، تتحكم في شهواتك، ما ت... ما ت- ما تلجأش لهواك، تتبعش هواك، تتبع أمر الله سبحانه وتعالى. رقم 4 فعل الخير والإحسان إلى الناس، ده عمارة الأرض وإصلاح الدنيا حواليك ومساعدة غيرك، والإحسان وإنك تمد الرزق اللي ربنا اداهولك ده لغيرك. رقم 5 إقامة الدين، إقامة شرع الله سبحانه وتعالى. طب فين الكلام ده من القرآن؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى الهدف الأساسي هو الإيمان بالله وعبادته. شوف الأنبياء اللي ربنا سبحانه وتعالى والرسل اللي ربنا أرسلهم إلى قومهم، أمروهم بإيه؟ نعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يبقى الإيمان بالله، توحيده وعدم الإشراك به وعبادته، ده أساس اللي ربنا بعث به الرسل للناس، أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وبعدين أن تتقي الله. إذ قال لهم أخوهم نوح: ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. قال لهم أخوهم صالح: ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. كل رسول يروح لقومه يأمرهم بعبادة الله سبحانه وتعالى ومعرفة الله سبحانه وتعالى وعدم الإشراك به، وبعدين بتقوى الله سبحانه وتعالى، إنه يتقي الله. يعني إيه تتقي الله؟ يعني تخاف من ربنا، يعني تتبع أوامر الله سبحانه وتعالى، يعني تتحكم في شهواتك، تتحكم في هواك، تفضل شرع ربنا وأوامر ربنا على هواك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يبقى كل الأنبياء اللي ربنا سبحانه وتعالى أرسلهم إلى قومهم أمروهم بتوحيد الله سبحانه وتعالى، الإيمان به، بعبادته، بتقوى الله سبحانه وتعالى. الإيمان ده يبقى يقين في عقلك وفي قلبك، وبعدين ينتقل إلى عبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى، وبعدين في أفعالك تتقي الله. مش مجرد عبادة إنك تصلي وتصوم لله، لا، في حياتك كلها، في شغلك، في يومك كله بتتقي الله، تتحكم في شهواتك، تتحكم في هواك، بتنفذ أوامر ربنا سبحانه وتعالى، تتقي الله في التعامل مع الناس، تتقي الله في شغلك، في حياتك، في كل لحظة. وبعدين الهدف الرابع انك انت تفعل الخير، انك انت تحسن الى الناس، انك انت تحسن العمل، انك انت يمتد خيرك لغيرك، تعمر في الارض وتساعد المحتاج وتعود بالخير اللي ربنا رزقك بيه على غيرك. ربنا وصف المؤمنين: يسارعون في الخيرات وامرهم فاستبقوا الخيرات انهم ائمه يهدون بامرنا واوحينا اليهم فعل الخيرات واقام الصلاه وايتاء الزكاه وكانوا لنا عابدين. ربنا امرنا بكده: اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون واحسنوا ان الله يحب المحسنين. قيل الذين اتقوا ماذا انزل ربكم قالوا خيرا الذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه ولدار الاخره خير ولنعم دار المتقين. يبقى انت مطلوب منك انك تتقي الله وانك تحسن. ابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغي الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين. طيب، الحاجة الخامسة إنك تقيم الدين، تقيم شرع ربنا سبحانه وتعالى، لأن ربنا نزل القرآن ونزل الشرع عشان يقام. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا. هو كده.
أن أقم وجهك لله حنيفا، إنك تقيم شرع ربنا، إنك تطبق شرع ربنا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إقامة الدين، إقامة شرع ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا على نفسك وعلى اللي حواليك، ده هدف. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ربنا نزل القرآن ده عشان إيه؟ عشان يطبقه. المنهج ده عشان يطبق. يبقى 5 حاجات لازم تعملهم بالترتيب ده يعني كلهم إجباري عشان تنجح في هذا الابتلاء اللي ربنا خلقك عشانه. إنك تؤمن بالله سبحانه وتعالى، إنك تعبد الله سبحانه وتعالى، إنك تتقي الله سبحانه وتعالى، تزكي نفسك، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إنك تتقي الله وتزكي نفسك، وبعدين إنك تحسن، إنك تعمر الأرض، إنك تساعد غيرك، إنك تفعل الخير، وإنك تقيم الدين، تقيم شرع ربنا سبحانه وتعالى في الأرض. 5 أهداف.